في البداية كده يا شباب، علشان محدش يسألني ايه المصدر، فمصدر الفيديو ده هو موقع اليوم السابع، طبعا غني عن التعريف خالص، وهسيب لك المقالة في الوصف فقلت عليه لو عايز تبص عليه. وما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات لو انت لسه زائر جديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية كده ده تصريح رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من موقع اليوم السابع الشهير المعروف جدا. بيقول ايه الدكتور رضا حجازي؟ بيقول ان الامتحانات حاليا بتتم علشان تقيس مستوى المذاكره. ايه مستوى المذاكره؟ انا كطالب في تربيه ما اعرفش بصراحه، لكن هو بيقول مستوى المذاكره. انا اعرف ان في مستوى الحفظ، مستوى الفهم، مستوى الادراك، مستوى التحليل، التركيز، المراجعه، الكلام ده كله، لكن ما اعرفش ايه مستوى المذاكره اللي الدكتور رضا حجازي بيتكلم عنه. واضاف الدكتور رضا حجازي ان الامتحانات ما فيهاش الغاز، حرفيا كده بالظبط بيقول لك ما فيهاش الغاز، والاسئله واضحه ودقيقه، يعني ما فيهاش اخطاء علميه. وعلشان حد بس ما يقوليش ده التصريح ده قديم، التصريح ده نازل النهارده الجمعه الموافق 30 يونيو. فدكتور رضا حجازي بيقول الكلام ده اكيد خاص بامتحان ماده الكيمياء. طبعا للعلم في مدرسين فعلا يعني اقوياء في الماده دي، حرفيا قالوا ان في خطأين علميين في امتحان ماده الكيمياء وسؤال يحتمل اجابتين. وفي اخر التصريح الدكتور رضا حجازي طمن الطلاب وقال لهم ان اطمنوا احنا بنصحح الكتروني، وكمان بعد التصحيح الالكتروني هيتم مراجعته يدويا، يعني عايزين نتاكد من كل اجابات الطلاب تكون درجاتهم مستحقينها، مش عايزين اي خطأ في التصحيح. لكن يا دكتور رضا حجازي احنا عايزين برضو الاسئله تكون في مستوى الطالب المتوسط، الطالب اللي هو عقليته فذه ده مش موجود عندنا هنا في مصر، فالطلاب عايزين الاسئله تكون متوسطه زي ما التصحيح ان شاء الله يكون ما فيهوش اي خطأ. وبس كده، ده كان فيديو اليوم والسلام عليكم.